لما ابنك يطلب منك ان هو عايز سندوتشات الكبده الاسكندراني من بره وانت تصر تقول له ابدا ان انا هعملها لك في البيت احسن وانضف كمان من اللي هنشتريها من بره وكمان اوفر. يلا نصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام وما تنسونيش تدعموني بلايك وكومنت كده حلو زيكم. اول حاجه بتجيبي الكبده من عند بتاع الكبده، انا جايباها دي مجمده مش هكدب عليكم. بجيبها بقول له قطعها لي شعريه او اللي هو اقل سمك من العصافيري. باجيبها طبعًا الكبدة ما بتتغسلش، هتغسليها هتشمي ريحة زفارة مش قادرة أقول لِك. أنتِ قدامِك حاجة من 2، لا إما تحطي لها نُص كوباية من الحليب أو اللبن، لا إما إن أنتِ تحطي لها خل. فأنا قُلت عشان ما حدش يقول لبن ومش عارفة إيه، حطي خل، يعني ربع كوباية كده معلقتين 3 من الخل، بحيث إن أنتِ بتنزّل كل الدم اللي فيها والزفارة اللي فيها. طب إيه كمان هنتبّلها، نحط فيها كمون، فلفل أسود، كزبرة ناشفة مطحونة، هنحط معلقة كبيرة من التوم، ممكن تحطي بابريكا وما تحطيش ملح، تمام، وهاركنها، لا إما تركنيها شوية وبعد كده تطبخيها، لا إما هنعملها على طول. حبيت أعمل الطحينة بالمرة، حطيت طحينة معلقتين من الطحينة ونص معلقة توم بالفلفل الأحمر ده، وأحط ملح وأحط خل وأحط كمون، لأن سلطة الطحينة بتحب الكمون، وهقلبها كويس جدا وانزل عليها بمية دافية أو سخنة لحد لما تفك معايا، يعني ما انزلش بالميه كلها مره واحده عشان ما تخفش مني. كده كده الطحينه بتاعت الساندوتشات ديت بتبقى خفيفه شويه. تمام، بظبطها بقى وان هي النسبه بتاعتها تبقى يعني مش تقيله قوي ومش خفيفه قوي. بقلبها لحد لما تفك معايا واظبط الملح بتاعها واظبط كل التوابل بتاعتها واركنها على جنب. هنا باجيب بقى الحلة أو أجيب الطاسة بتاعتي أكون مسخناها كويس جدا وأحط فيها شوية من الزيت كده معلقتين 3 ومعلقة من التوم المفروم. أنا مش هحمر التوم خالص، أنا يا دوبك بديله آخد أشم الريحة وأحط فلفل أخضر حراق فيها عشان خاطر تديني ريحة حلوة كده، وأنزل بمعلقتين من الخل وبعد كده أروح نازلة عليها بالكبدة تاخد صدمة. ما اقلبهاش، يعني أنا بصوا ما اقلبهاش، أحطها واسيبها كده هو 5 دقايق او لحد لما ايه احس ان لونها من تحت ابتدى يتغير، ابتدي ان انا اقلبها. حتى لو نزل منها سوائل على فكره انا ما حطيتهاش بكل السوائل بتاعتها، انا صفيتها. شايفين اللي نازل ده الدم، انا ده مش عايزاه. انا لازم تصفيها كويس جدا عشان ما يبقاش فيها اللي هي دي الزفاره بتاعت الكبده، ومش بتبقى حلوة. هما في المحلات بيحطوها بالدم بتاعها وكل حاجة يعني، وما بتتعملش المعاملة اللي احنا بنعملها دي. تمام، هبتدي بقى ان انا احط التوابل بتاعتي، هحط كمون وكزبرة وفلفل اسود، واحط معلقة من الهريسة، وكمان هحط بصلاية كده انا بشرها بصلاية. ما انا عايزة ازود بقى الكمية، ده انا هعمل سندوتشات يعني. لازم بازود الكمية إن أنا أحط بصلاية مفرومة، تمام، أو مبشورة، وأجيب معلقة كده من التوم وأحطها تبكبك معانا كده. الصوص ده حلو قوي لان هو سندوتشات بتبقى غرقانه بالصوص ده، فتيجي تاكلي تحسي كده بتاكلي الكبده والصوص ده بيجري ريقك، وبعدين تنزلي بقى ايه بباقي الفلفل الحراق او الرومي. تمام، وتقفلي عليها، هي ما بتاخدش وقت كتير. نجيب بقى الفينو ده يعني الحمد لله الحمد لله على النعمة يعني. رغيف بجنيه ونص. جبت الفينو، العيال بقى عايزين بقى ياكلوا فينو بقى زي اللي في الشارع بالظبط والكلام من ده. تجيب الفينو وتفتحيه وتحطي الطحينة وتحطي ايه الكبدة بالصوص بتاعها ده، بتبقى حلوة قوي، بتبلبل كده الفينو بتخليه مبلبل كده، فتاكلي تحسي تاكلي كل قطمة فيها الكبدة فيها الصوص بتاعها بتبقى تحفة الصراحة يعني. واملي بقى السندوتشات، عبيه بقى السندوتشات وادي لعيالك. السندوتش ده لو اشتريتيه من بره شوفي بتشتريه من بكام. انت بقى هتعملي الكميه ديت وزياده كمان هيفيد كمان. وحمرت جنبها بقى بطاطس محمره، طبعا بطاطس في السوق غاليه ومش حلوه، بس هي بتأدي الغرض. وطبق المخلل بقى الليمون والزيتون دوت، وكلوا بقى وادعوا لي، يعني كلوا وادعوا لي، احلى ما هتشتروها وانضف 100 مره من اللي بتتباع بره. لو وصلت لحد هنا بتتفرج على الفيديو اتمنى منك انك تدعميني وتعملي لايك وكومنت كده حلو زيكم، ومتابعه على صفحتي مطبخ ملك، واشتراك في قناتي مطبخ ملك على اليوتيوب، وتفعلي زر الجرس وتقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد وايه رايكم في الاكله ديت، وتستاهل كم من 10، وقولوا لي رايكم في التعليقات.